يلا نعمل بقى ورقة لحمة بالخضار، ريحتها وطعمها رهيب. وطبعا زي ما متعودين مع بعض بدون خطوات كتير توقفك في المطبخ. يلا نسمي الله ونصلي على الرسول، ويلا بينا بسرعة نشوف العظمة دي كلها اتعملت ازاي. اول حاجة هنتكلم عنها هي قطعية اللحمة. انا عايزة اللحمة تكون ما بتاخدش وقت في السوى نهائي، زي الفيليتو او البفتيك او الانتركوت. اللي متاح عندك استخدميه، بس اهم حاجة تكون لحمة قطعية ناعمة ما بتاخدش وقت في السوى. هنحتاج كمان خضار، انا استخدمت بطاطس، كوسة، جزر، فلفل الوان او رومي اخضر، طماطم، بصل كتير. انا استخدمت حوالي 3 بصلات، شوية توم حوالي 7 او 8 فصوص كبار او راس توم صغيرة لو الفصوص عندك صغيرة زي اللي انا استخدمتها دي. هبدأ اول حاجة بتقطيع الخضار. انا هقطعه كبير عشان ياخد نفس سوى اللحمة. انا هنا بوريكم سمك الخضار انا عايزاه كبير ازاي، والفلفل والطماطم وكله هقطعه كبير. لو وصلتي معايا لهنا ما تنسيش تعملي سبسكرايب للقناه لو اول مره بتشوفيني على اليوتيوب، وفولو للبيج لو بتشوفيني على الفيسبوك او التيك توك. الجزر بقطعه سميك برضو. هحاول ان انا اقطع الخضار كله بنفس الحجم. حتى الفلفل شايفين بقطعه سميك ازاي. الطماطم هقطعها برضو كبيره، مش عايزه حجم الخضار يبقى صغير عشان هيستوي قبل اللحمه وهيتهري. انا عايزاه ياخد السوى المظبوط نفس سوى اللحمه. انا هنا خلصت تقطيع الخضار، نقلته في طبق وهحطه على جنب، وهبدأ اقطع البصل. البصل بقطعه جوليان شرايح زي ما انتوا شايفين كده. انا استخدمت بصل كتير، حوالي 3 بصلات متوسطين، لان ورقة اللحمة بتحب البصل كتير، بيديها تسكيرة حلوة قوي، والبصل في الفرن بياخد كرملة كده وبيبقى طعمه حلو قوي. هخلص كل الكمية بنفس الطريقة، وبكده اكون خلصت البصل كله. كده خلصت تقطيع الخضار كله. يلا بقى على الخطوة اللي بعد كده، على البوتاجاز. رفعت صينية او طاسة على النار، ونزلت فيها بمكعب كبير كده من الزبدة وشوية زيت. النار وقتها تكون متوسطة، واول ما الزبدة تسيح بالشكل ده انزل عليها باللحمة. انا عايزة اللحمة تاخد لون من كل ناحية وتتشوح كويس، لان بالخطوة دي انا بقفل المسام بتاعة اللحمة واسيبها محتفظة بكل السوائل اللي فيها جواها وما تنشفش مني. ونزلت كمان ب3 او 4 فصوص من الثوم، والبهارات ملح وفلفل اسود ورشة من ال7 بهارات. وابدا اشوح اللحمه مع البهارات والزبده والثوم بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، لحد ما تاخد لون من كل ناحيه. حلو قوي كده، اللحمه اتشوحت كويس قوي، اخدت لون حلو من كل ناحيه. انا كده هرفعها من على النار، وفي نفس الطاسه نزلت بالبصل. هبدا اشوح البصل، انا مش عايزاه ياخد لون، انا عايزاه ياخد تشويحه بس. انا هنا حسيت ان الماده الدهنيه قليله، هزود كمان مكعب من الزبده. تشويحتين كده للبصل، وبعد كده نزلت عليه بباقي فصوص الثوم اللي عندي، يعني حوالي معلقه صغيره من الثوم المفروم. وابدا اشوح تاني لحد بس ما ابدا اشم ريحه الثوم والبصل يبدا يدبل. هنزل عليه بالخضار، انا مش عايزه لا البصل ولا الثوم ياخدوا لون. هبدا اشوح كويس الخضار مع البصل والثوم، وهبدا انزل بالتوابل، نفس التوابل اللي انا حطيتها على اللحمه، ملح وفلفل اسود وال7 بهارات. واشوح كويس. انا مش قادره اقول لكم الريحه كانت عامله ازاي، حلوه قوي كده. وبعد كده هنزل بحوالي معلقه صغيره من معجون صلصه الطماطم، وهقلبها كويس مع الخضار والتوابل. الناس اللي هتفكر ان طعم الخضار هيبقى نفس طعم التورلي، لا خالص، طعمه مختلف تماما. وبعد كده هزود نص كوبايه من الميه المغليه، يغلي بس كويس. وبس كده خلاص هرفعه من على النار. ممكن دلوقتي تدوقي الميه بتاعه الخضار اول ما يغلي عشان تظبطي الملح بتاعه. نيجي بقى على الخطوه اللي بعد كده. جهزت صينيه وبطنتها بالومنيوم فويل وعليه ورقه زبده، وبعد كده انزل بالخضار بتاعي الاول. طبعا هو ما تشربش الميه اللي انا حطيتها له، هو يا دوب غلي بس غلوتين كده ورفعته على طول. وعلى الوش احط اللحمه، بس كده، مش هعمل حاجه اكتر من كده.
صوص الزبده ده اللي نزل من اللحمه احطه عليها كمان. واهم حاجه المرحله دي اقفل كويس قوي. انا هنا بكتم البخار عشان اللحمه تستوي. اقفل كويس قوي ورق الزبده الاول، وبعد كده اقفل عليه الفويل. وبس كده على الفرن على طول. دخلتها فرن ساخن مسبقا درجة حرارة 200 على الشبكة رف اوسط. ما بصش عليها خالص قبل ساعتين. ابص عليها بعد ساعتين، لو لقيت اللحمة استوت خلاص تمام اخرجها. لكن لو لقيت لسه فيها صوص ولسه اللحمة مستوتش اقفل عليها تاني كويس جدا وادخلها تاني الفرن شوية كمان وارجع ابص عليها. حابة تطلعي فيه صوص زي ما تحبي، حابه تنشفيه خالص برضو زي ما تحبي، دي حاجه ترجع لك انت. بصوا بقى هيطلع معايا بالجمال ده. تعالوا بقى نفتحه مع بعض. شايفين البخار طالع منه عامل ازاي؟ انا مش عارفه افتحه اصلا. تعالوا بقى نتفرج على الجمال مع بعض. مش قادره اوصف لكم يا جماعه ريحتها عامله ازاي. تعالوا بقى اتفرجوا كده معايا، اكيد شكلها بتتكلم عن طعمها عامل ازاي. الخضار مستوي جدا وفي نفس الوقت مش مهري خالص. هو مش عايز اي حاجه جنبه غير رز ابيض. عملت جنبه رز ابيض. تعالوا بقى نشوف. انا بحاول ان اطلع لكم من كل الخضار. شايفين؟ اظن باينه. البطاطس والكوسه مش مهريين وفي نفس الوقت مستويين جدا. اللحمه كمان مستويه قوي. طعم الخضار رهيب يا جماعه، اخد من طعم البصل توابل، واللحمه طعمها حلو قوي. كرمله البصل ده مخليه طعمه جميل. بجد من احلى وصفات اللحمه اللي عملتها. التجهيزها كله ما بياخدش يعني 10 دقايق على النار، وبعد كده بدخلها الفرن. مشرفه جدا في اي عزومه. انا عن نفسي اعتمدتها خلاص في كل عزومتي. وبكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو بتاعنا النهارده. اتمنى وصفتنا تكون عجبتكم، تشاركوها مع كل اللي بتحبوهم، واشوفكم في فيديوهات تانية كتير بافكار كتير جديده ان شاء الله تنال اعجابكم. واخيرا ما تنسوش اللايك والشير.